قبل ما نبدأ الفيديو خليني اوريك حاجة مهمة عشان نكون بنتكلم على حاجة حصلت بالفعل. بص على الصورة دي وبعد كده بص على الصورة دي. تتخيل التحول ده حصل في قد ايه؟ التحول ده حصل في خلال من 22 يوم ل 25 يوم، كان الفرق ما بين الصورتين. ايه اللي مخليني ان انا اقول لك في اول الفيديو كده بص على الصورة دي وبص على الصورة دي؟ ايه الهدف من الموضوع ده؟ الهدف من الموضوع ده ان انا جالي رسالة النهاردة. الرسالة دي خلتني ان انا افكر اعمل لكم الفيديو بتاع النهاردة لشخص كان بيسأل عن حاجة في التنشيف. طبعا التنشيف ماهوش سحر ولا حاجة احنا عارفينها ولا كل المدربين عارفينها ان انت بتدفع معاهم فلوس اونلاين علشان ان انت تكون مثلا ما بادئ مع نفسك وما انتش عارف تكمل، ما انتش عارف انت ماشي صح ولا ماشي غلط. الرسالة النهاردة جات لي بتقول لي ايه سر التنشيف؟ ايه سر التنشيف يا كوتش؟ قبل ما نكمل الفيديو بص على الصورة دي كده وبص على الصورة دي. ده شخص كان بيتمرن معايا، التحول ده كان في خلال 40 يوم فقط. فرق النشفان ده كان في 40 يوم فقط. طب ايه الفكرة من ان الناس دي بتتحول بشكل سريع والناس دي بتوصل لنتائج بشكل سريع؟ وايه الحاجة اللي احنا بنعملها او ايه الحاجة اللي هم بيعملوها؟ هي بصراحة الحاجة دي كل الناس عارفاها وانا وانت عارفينها وكل الناس عارفاها، بس الفكرة في اللي يعملها صح. انا بعرف اعملها صح، انت ما بتعرفش تعملها. انت في حاجات ممكن تقع منك، انا في حاجات ببقى واخد بالي منها. والنهارده انا عامل لكم الفيديو ده علشان نعرف ايه هي الحاجات دي ونتفاداها ونعرف كلنا نوصل لسر النشفان. الشخص اللي بعت لي قال لي ايه يا كوتش ايه سر النشفان؟ يعني ايه السر اللي المدربين عارفينه علشان بينشفوا بيهم او بيخسسوا بيهم الناس؟ اولا مفيش سر. الموضوع ما فيه ان انت مبني على سعرات حرارية، جسمك مبني على سعرات حرارية. انت كلك كده، انت مثلا في اليوم جسمك محتاج 1000 سعرة حرارية. فانت النهاردة مثلا ال1000 سعرة حرارية دول انت جسمك محتاجهم، كل واحد فينا له سعرات حرارية لثباته وللزيادة وللتخسيس. فانت مثلا سعراتك الحرارية للثبات بتاعتك 1000 سعرة حرارية. ال1000 سعرة حرارية ديت انت مثلا بتفكر ان انت تنشف وبتروح الجيم وبتتمرن وبتعمل كل حاجة وبتاخد ال1000 سعرة حرارية اللي انت بتاخدهم هو اللي انت بتحرقه. جسمك مش هيخس. ليه جسمك مش هيخس؟ لان انت بتاكل 1000 سعرة وبتحرق 1000 سعرة، فبالتالي مفيش عجز ان هو يخليك ان انت تخس. فايه الحاجة اللي بتخليك تخس وايه الحاجة اللي بتخلي وزنك يتغير سواء للأعلى او سواء للأسفل؟ انك تعمل عجز في سعراتك الحرارية. انت مثلا محتاج 1000 سعرة حرارية في اليوم. المفروض بتيجي بتقسم نظامك الغذائي ازاي؟ بتقسم نظامك الغذائي ل4 وجبات. الوجبة الاولى 200 سعرة حرارية، الوجبة الثانية 200 سعرة حرارية، الوجبة الثالثة 200 سعرة حرارية، الوجبة الرابعة 200 سعرة حرارية. وبكده انت عملت عجز 200 سعرة حرارية. جسمك محتاج 200 سعرة حرارية كمان فوق الاكل اللي انت اكلته. يجيبهم منين؟ يجيبهم من الدهون المتخزنة اللي هو مخزنها. خلي بالكم يا جماعة، الجسم بيخزن مية وبيخزن دهون. ليه؟ عشان لما تمنع عنه الاكل يبدأ يتغذى على الدهون وعلى المية اللي هو حابسهم في جسم، اللي هو حابسهم، ويبدأ يأمن نفسه للمستقبل. هو الجسم الانسان ذكي، بيأمن نفسه، حابس مية وحابس دهون عشان يبدأ يتغذى على الحاجات دي لما انت تمنع عنه الاكل. انت كده محتاج 1000 سعرة حرارية وبتدخل 800 سعرة حرارية. جسمك بياخد من نفسه 200 سعرة حرارية. طب النهاردة هنفترض ان انت محتاج 1000 سعرة حرارية وبتاخد 700 سعرة. جسمك بياخد ال 300 سعرة من الدهون المتخزنة في الجسم. ولو عملت عجز 400 سعرة برضو بياخد ال 400 سعرة. انت حرقت 1000 سعرة حرارية، فلازم تحرق ال1000 سعرة حرارية سواء من الاكل اللي انت مدخله او من الدهون المتراكمة في جسمك. والزيادة نفس الكلام. لو انت النهاردة شخص مثلا سعرات ثباتك 1000 سعرة حرارية وكلت 1200، جسمك بيبدأ يزودك بال200 سعرة حرارية اللي انت دخلتهم زيادة. طب دخلت 1300 بيبدأ يزودك بال1300، دخلت 1400 بيبدأ يزودك من 400،
والمساله بتبقى ماشيه كده. طب ازاي اعرف السعرات الحراريه بتاعتي؟ طب ازاي اعرف السعرات الحراريه بتاعتي، وامتى اعرف انا محتاج 1000 سعره حراريه او محتاج 500 سعره حراريه او محتاج 2000 سعره حراريه؟ المساله بسيطه. هتجيب وزنك، مثلا لو وزنك 50 كيلو هتضرب وزنك في 2، هيطلع لك رقم تضربه في 18، ده سعرات الثبات بتاعتك. لو انت عايز تخس بتبدا تعمل عجز من اول 500 سعره، لو انت عايز تزيد بتبدا تعمل زياده من اول 500 سعره. طب لو انت مثلا السعرات اللي طلعت لك بتاعت الثبات طلعت لك مثلا 2000 سعره، وانت عملت مثلا عجز 500 سعره، فانت كده بتاخد 1500 سعره في اليوم، ومشيت اول اسبوع خسيت كيلو، خسيت 2 كيلو، وجسمك خلاص بدا يقف، عرف انت بتعمل له ايه، الجسم بيحاربك مش عايزك تخس، فابدا انزل له تاني، اعمل عجز 700 سعره، اعمل عجز 800 سعره. المساله بتبقى ماشيه بالشكل ده. ولكن مفيش حاجه اسمها سحر، ومفيش حاجه ايه سحر التنشيف. ممكن انت تكون حاسب سعراتك الحراريه بالظبط، وتكون بتدخل ال1000 سعره حراريه بالظبط اللي هو جسمك محتاجهم عشان يخس، بس بتيجي في اخر اليوم بتاخد مثلا شوكولاتايه، دي مثلا ممكن تضرب معاك 200 سعره حراريه، انت ما انتش واخد بالك، النهارده 200 بكره 200 بعده 200، بتيجي تبص تلاقيك مدخل 1000 سعره حراريه في الاسبوع زياده، هم دول اللي ما خلاكش توصل للوزن اللي انت عايزه. وحاجه تانية، في ناس مثلا تبقى ماشيه على الدايت بتاعها لمده 6 ايام مظبوط 100%، تبقى ماشيه على الدايت بتاعها لمده 6 ايام مظبوط 100%، بتيجي في يوم الشيت ميل او اليوم المفتوح تقول لك انا النهارده هاخد يوم مفتوح. يوم مفتوح ده تدخل فيه دخل فيه 10000 سعره حراريه، 5000 سعره حراريه، بوظت اللي انت بتعمله طول الاسبوع. لان انت طول الاسبوع لو جسمك مثلا محتاج طول الاسبوع 10000 سعره حراريه علشان تخس، وانت عامل عجز مثلا منهم 5000 سعره حراريه، فانت رحت جيت في اليوم المفتوح ده دخلت 6000، فانت بوظت الاسبوع كله. لازم تكون حاسب كل حاجه بالظبط. طب تبدا تحسب الاكل لو انت مش معاك مدرب وعايز تعرف ازاي تحسب الاكل بتاعك وازاي تعرف انت بتدخل كام سعره، بتخش على جوجل وبتبدا تسال جوجل الوجبه بتاعتي دي مثلا فيها كام سعره حراريه، وبتبدا تعرف الوجبه دي فيها كام سعره حراريه، ال100 جرام رز دول فيهم كام سعره حراريه، ال5 معالق رز دول فيهم كام سعره حراريه، وبتبدا تتحسب كده. ولكن مفيش حاجه اسمها سحر التنشيف، مفيش حد يضحك عليك، مفيش حد يقول لك انا هديك الخلطه السحريه عشان تنشف. التنشيف او التضخيم مبني على السعرات الحراريه. وخلينا اديك تركايه حلوه برضو في اخر الفيديو هتنفعك وهتفيدك، تقسيم الوجبات على مدار اليوم. لو انت بتقسم وجباتك على مدار اليوم هتحس بالشبع، وهتحس ان جسمك واخد التغذيه الكفايه ومش هتعوز تاكل كل شويه. ليه؟ لان لما انت بتكون مأخر وجبه الفطار او وجبه الغداء عن ميعادها، جسمك بيحصل فيه انبالانس للهرمونات، وبالتالي لما بتاكل سكر الدم بيزيد اكتر فبتجوع اكتر. فانت لازم تكون محدد مواعيد للوجبات بتاعتك، سواء انت بتضخم او سواء انت بتنشف، لازم تكون محدد مواعيد للوجبات بتاعتك. انت مثلا بتفطر الساعه 12 والوجبه الثانيه الساعه 3 والوجبه الثانيه الساعه 6، لازم تمشي على المواعيد دي، مش شرط بالظبط قوي، بس ما ينفعش مثلا تقول انا هفوت وجبه الفطار وهاكلها مع وجبه الغداء، ده غلط تماما، ما ينفعش تعمل كده. لازم تكون مقسم وجباتك على مدار اليوم 4 وجبات او 3 وجبات، كل وجبه ليها ميعاد بتمشي عليه. وخليني برضو اديك تركايه حلوه قوي هتساعدك انك تكون شبعان وما تاكلش كتير وما تخشش في الاكل. التركايه ان في ناس ما بتكونش مفرقه ما بين ان هي جعانه وان هي عطشانه، بالظبط كده. في ناس ما بتكونش مفرقه ان هي معدتها محتاجه ميه ولا محتاجه اكل، وتروح تاكل سناكات او تروح تاكل حاجات كتير في الفاضي. فانت دايما قبل الوجبه بتاعتك ب5 دقايق حاول تشرب كوبايه ميه او ربع رتل ميه قبل الوجبه بتاعتك. الابحاث قالت ان شرب الميه قبل الوجبات بيملى معدتك وبيحسسك بالشبع، هيخليك لما تقعد تاكل ما تاكلش بكميات كبيره. بس يا جماعه، وده كان فيديو النهارده. مفيش حاجه اسمها سحر للتنشيف، مفيش حاجه اسمها سحر للتضخيم. احسب سعراتك الحراريه، انزل اتمرن، العب كارديو وهتخس. حتى لو انت ما بتنزلش تتمرن، اتمرن في البيت. واتمنى لكم التوفيق. كان معاكم كابتن عز، اونر عز جيم. سلام.